واتقوا ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. ستات كتير جدا مفسرين الآية دي غلط على مزاجهم. كل ما تيجي تتكلم أو كل ما الواحد يجي يعمل فيديو أو يتكلم في موضوع التمكين والسكن والحوارات دي، ألاقي الستات كلهم روح اعرف دينك الأول، اعرف ده شرع ربنا الأول. الآية في سورة الطلاق بتقول ما تخرجهمش من بيوتهم، يعني يعني ده بيتها، ده بيت الست، ما انت اللي تخرج. يا جماعة مش كده خالص، انتوا بتفسروا على مزاجكم ليه؟ الآية معناها إن لو واحد طلق مراته ما يخرجهاش طول فترة العدة، إلا إذا كانت عاملة بقى فاحشة. تمام، هنا ما ينفعش يسيبها. ليه ربنا سبحانه وتعالى قال كده؟ تمام، قال كده على أساس إن هما لما يكونوا موجودين مع بعض طول فترة العدة يمكن النفوس تتصافى ويتصالحوا. إيه، كلمة كويسة من هنا كلمة كويسة من هنا، يتصالحوا ويرجعوا البيت ما يتخربش. لكن انتوا تفسروا الآية على أساس إن ده بيتها وانت اللي تخرج. ايه ده؟ واللي يجي يتكلم غير كده يبقى انتوا أشباه رجالة، انتوا مش رجالة. سيبوكوا بقى من الكلام الفارغ ده، سيبوكوا سيبوكوا من الكلام اللي ملوش لازمة ده، المصطلحات التافهة بتاعتكم اللي بتهاجموا بيها الناس، بتهاجموا بيها الرجالة والشباب عشان ما يعرفوش يتكلموا معاكم. كل ما حد يجي يتكلم كلمتين مش على هواكي ولا على مزاجك تقومي تغلطي فيه وتشتميه، دي قلة أدب. هو يا إما الواحد يطوعِك في سرقتِك، تبقي تسرقي وتاخدي حق مش حقِّك، يا إما الواحد يبقى مش محترم ومش راجل ويبقى ناطع ويبقى أشباه رجال. سيبوكم من الكلام الفارغ ده، دي كده اسمها قلة أدب. ما تفسّروش الدين على مزاجكم، الدين ما بيتفسّرش على هوا كل واحد، أنا مش هافسّر الدين على مزاجي وأنتِ ما تفسّريش الدين على مزاجِك، الدين ما بيتفسّرش على الهوا، الدين واضح وكلام ربنا واضح. تمام؟ ما فيش الكلام الفارغ اللي أنتم بتقولوه ده، فما تفسّروش على مزاجكم.